بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكي في مطبخ فوفا. ان شاء الله النهارده انا جايه اقدم لكم طريقه كرات اللحمه مع المكرونه بصوص الصلصه. سهله جدا، مكوناتها بسيطه وبيبقى طعمها حلو قوي في الاكل. دلوقتي هنقول عن المكونات، بس الاول ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد من مطبخ فوفا. هنقول بسم الله ونقول المكونات بتاعتنا. انا عندي نص كيلو لحمه مفرومه، تكون مفروم ناعم. عندي معلقه بقدونس مفروم، بصلايه مفرومه ناعمه، معلقتين كبار بقسماط ناعم. عندي بيضه، البيضه دي بتعلي القيمه الغذائيه وفي نفس الوقت بتمسك المكونات فيها. عندي البهارات بتاعتي، معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه بهارات، نص معلقه توم باودر وبصل باودر، ونص معلقه بابريكا. دي المكونات بتاعه التوابل. دلوقتي بقى هنبدا مع بعض. هنبدا اول حاجه هنزل بيها اللحمه اهي، تمام. بعد كده البصله بالشكل ده، الثوم المفروم، البقدونس المفروم، تمام. البيضه، كل المكونات بننزل بيها على بعض. بقسماط، اخر حاجه التوابل. دلوقتي هبتدي اخلطهم في قلب بعض كده، اهرسهم كويس. زي ما انت شايفه انا كده خلطتهم كلهم في قلب بعض. دلوقتي بقى هبتدي اكورها، هاخد قطعه بالشكل ده كده واعملها كور اهي، تمام اهي. كوريها كويس عشان ما تفكش منك واحنا بنقليها اهي. كده كمان بالشكل ده كده. هبتدي اكمل كل اللحمه اللي عندي دي بالشكل اللي انا وريتهولك اهو، وارجع لك تابعي معايا. رجعت بعد ما خلصت كرات اللحم بالشكل ده. دلوقتي انا هدخلها التلاجة لمده ربع ساعه تشد شويه، وبعد كده اطلعها وابتدي اقليها معاكم. انا هدخلها التلاجة وبعد كده نبتدي نعمل صوص الصلصه مع بعض. تابعي معايا. رجعت بعد ما دخلت الكفته في التلاجة تمسك شويه. هبتدي دلوقتي اعمل معاكم صلصه الكفته. دلوقتي انا حطيت حله على النار، هنزل فيها بمعلقه زيت ذره بالشكل ده كده، وقطعه زبده، تمام. الزبده دي بتديها طعم حلو جدا، ولو حابه تعملي بزيت ذره بس تمام شغاله. هبتدي اسيحها بالشكل ده اهي. محضره عندي عصير الطماطم اهي، بالشكل ده كده. انزل بعصير الطماطم هسيب بقى الصلصه لحد ما تتسبك معايا. انا مش هحط اي ملح ولا اي حاجه فيها لان انا الكفته متبلاها. لو احتاجت بعد ما انزل فيها الكفته انا هزود، تمام. هسيبها لما تتسبك وابتدي دلوقتي اسلق المكرونه. تابعي معايا. الصلصه اتسبكت زي ما انت شايفه اهي معايا. دلوقتي هشيلها من على النار وابتدي اقلي معاكم الكفته. انا دلوقتي حاطه المكرونه بتتسلق، اول ما تخلص هصفيها وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. دلوقتي هنقلي الكفته مع بعض، تابعي معايا. بقى ابتدي اقلي الكفته. انا حاطه زيت بسيط جدا في الطاسه، مش حاطه كتير بالشكل ده.
طبعا مرحله ان انت تدخليها التلاجة دي تمسك شويه دي مهمه جدا عشان ما تفكش معاكي اهي. بالشكل ده كده. طبعا ايدي فيها عشان ما تتلسعش مني اهي. اول ما تحمر هبتدي اقلبها على الناحيه التانية زي ما انت شايفه ابتدت تحمر اهي. اول ما تحمر هبتدي اطلعها. تابعي معايا. رجعت بعد ما طلعت الكفته بالشكل دوت. دلوقتي انا حاطه حله على النار اهي فيها الصلصه. هبتدي بقى انزل بكرات الكفته بالشكل ده كده. هتكمل طبعا سوا في الصلصه. هي مش هتاخد وقت لان طبعا الصلصه متسبكه واحنا الكفته حمرناها. انا دلوقتي المكرونه هصفيها وابتدي اغرفها وننزل عليها بكرات الكفته والصلصه اهي. انا مش هقلبها كتير عشان ما تتهريش بالشكل ده كده. تاخد غلوتين وبعد كده اطلعها. تابعي معايا. شكل الكفته بعد ما استوت بالشكل ده انا طفيت عليها. هبتدي اطلع المكرونه وبعد كده هقولك هنعمل ايه. تابعي معايا. دلوقتي انا حطيت الحله على النار فيها معلقه زيت ذره. هبتدي انزل فيها بالمكرونه بالشكل ده كده. معلقه الزيت دي بتديها لمعه وبتبقى مفرفره كده من بعضها بالشكل ده كده. لو حابه بقى تزودي ملح بتزودي، لو مش حابه صوص الكفته بيبقى الحدق بتاعه مظبوط تمام اهو. بصي بالشكل ده كده. دلوقتي هي جاهزه عندي. هبتدي اغرف. تابعي معايا. رجعت بعد ما خلصت المكرونه والكفته. دلوقتي هبتدي اغرفها معاكم. انا عندي الطبق. هبتدي اغرف المكرونه بالشكل ده كده اهيت تمام. عندي كرات الكفته. بسم الله. بالشكل ده كده اهي تمام. الصلصه مش عايزه اقولك طعمها وريحتها حلوه جدا. لو عندك بقى بقدونس ممكن نزوق الطبق كده بالشكل ده كده اهوت. امشي بنفس الخطوات هتعملي احلى كرات لحمه بصوص الصلصه مع المكرونه. هيعجبك قوي. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد من مطبخ فوفا. شكرا.